السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتناقش مع بعض في سؤال بيتصير كتير جدا، الا وهو هل ممكن ابدا اتعلم برمجه من غير ما يكون معايا لاب؟ بس في البدايه لازم تكونوا عارفين ان اللاب مهم جدا، وطالما قررت تدخل مجال البرمجه لازم في يوم من الايام يكون معاك لاب. بس هل ده يمنعك انك ما تبداش؟ لا، ممكن تبدا من غير ما يكون معاك لاب. انا عن نفسي اشتغلت حوالي 3 او 4 شهور من غير ما يكون معايا لاب. اشتغلت بالتليفون والدنيا كانت ماشيه، بس كان في صعوبات لان التليفون طبعا مش احسن حاجه، واللي جرب التليفون هيفهم كلامي كويس. يبقى السؤال هنا ينفع والّا ما ينفعش؟ أيوه ينفع وما فيش مشكلة خالص، بس الفكرة هنا بقى إنك لازم تسعى إنك تجيب لاب، لإن اللاب هيوفّر وهيسهّل عليك حاجات كتير جدًا. طب سؤال تاني، هل لازم يكون معايا لاب بروفيشنال بإمكانيات عالية؟ لا خالص، أنت في البداية مش محتاج يكون معاك لاب خرافي، أنت محتاج جهاز يكون عليه نت ومتصفح زي جوجل كروم والeditor اللي هتشتغل بيه وليكن فيجوال ستوديو كود، ولو عندك جهاز PC وعليه الحاجات اللي أنا قُلت لك عليها دي، هيقضّي الغرض 100% ومش هتواجه أي مشكلة. طيب ليه أنت مش محتاج لاب بإمكانيات كبيرة في الأول؟ لأنك أنت لسه في مرحلة التأسيس، لسه بتتعلم الأساسيات، وده مش محتاج جهاز جبار. أنت لسه ما دخلتش في مشاريع كبيرة زي إنك تعمل ويب سايت كامل أو تعمل applications أو تعمل game. في الوقت اللي هتعمل فيه مشاريع كبيرة لازم يكون معاك لاب قوي. فخلاصة الكلام ابدأ باللي معاك، لو معاك تليفون ابدأ بيه، لو معاك تابلت ابدأ بيه، لو معاك لاب ابدأ بيه، لو معاك جهاز PC ابدأ بيه. المهم إنك تبدأ، الفكرة مش في الإمكانيات اللي عندك، المهم تبدأ. ووقت ما تبدأ أي حاجة بعد كده هتكون سهلة بإذن الله. وبس كده، يا رب يكون الفيديو فاتكم. كان معاكم أحمد حتاتة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.